بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الاعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. النهارده هنعمل مع بعض اكله جميله جدا بناكلها في المطاعم والاولاد بيحبوها باقل تكاليف، وحاجه بسيطه جدا برضو. طريقتها مش صعبه ولا حاجه، هي سهله جدا. هجيب معايا صدور فراخ، اي بواقي فراخ عندي، لو في ممكن ورك فرخة اللي موجود معايا. فانا معايا كان في صدر فرخة ومعاها ورك كمان. قطعتهم بعد ما غسلتهم كويس جدا وقطعتهم قطع كده، وطبعا خدتهم في الكبة عشان نطحنهم بالشكل الجميل ده. معايا النهاردة انا هحط فيها برغل. احنا عارفين البرغل طبعا بيبقى عند العطار. طبعا في ناس بتسلق مكرونة بتحط مكرونة مسلوقة مع الفراخ، بس انا بحسها بتلزق وما بتبقاش معايا سلسة. فانا فضلت ان انا احط البرغل على اساس ان هو برضو مفيد جدا وسعراته الحرارية قليلة. فطبعا انا اخدت كوباية برغل مع كمية الفراخ دي، وطبعا كنت نقعاها 10 دقايق في مياه دافية قبل ما اشتغل بيها. وطبعا غسلتهم وصفيتهم وخدتهم في الكبة مع الفراخ واتطحنوا كويس قوي. طبعا دي بصلة وكم فص توم كده، انا نزلت بيهم في الكبة كده زي ما شايفين حضراتكم، برضو على اساس ان انا اطحنهم كده. اتطحنوا معايا بقوا بالشكل ده. يبقى انا كده معايا الفراخ ومعايا البرغل كله ده مطحون، ومعايا البصل والثوم، وكده تمام. طبعا اهم حاجة التوابل، احنا عايزين نطعمها ونديها طعم جميل كده. فطبعا انا حطيت معلقتين مستردة، حطيت ربع كوباية لبن، توابلي برضو بهارات فراخ، 7 بهارات كمان، ملح وفلفل، حبتين ورق لورا مطحونين، توم بودر، بصل بودر، حبة كركم وكاري. كل الحاجات دي بتدي معايا نكهة حلوة قوي، وبتدي الناجتس طعم لذيذ. وطبعا نزلت بمعلقتين دقيق على اساس ان انا اخليهم يتماسكوا، او ممكن نحط بيضة. انا فضلت الدقيق على اساس ان انا مش عايزة اخليها يعني سايبة معايا شوية. طبعا وعجنت الخلطة معايا كده وتبلتهم وظبطت ملحهم طبعا، وسبتهم شوية على جنب في التلاجة على اساس ان انا اعرف اشكلهم. ده اللي قدام حضراتكم كريسبي، ده برضو عند العطار، بس هو ما كانش مطحون معايا، انا طحنته. وبرضو لما نيجي نطحنه ما نطحنهوش يبقى معايا بودر خالص، لا نسيبه فيه قرمشة شوية او نسيبه خشن شوية على اساس ان هو يبقى مديني حبيبات كده على قطعة الفراخ. فانا طحنتهم بقيوا بالشكل ده، هو طعمه حلو وطعمه مبهر وجميل. وكمان من دول معلقتين دقيق، طبعا بتبلهم ملح وفلفل معايا على اساس تبقى الحاجة ليها طعم. كمان هناخد بيضة ونحط فيها معلقة لبن على اساس نفكها شوية، وبرضو اكيد الملح والفلفل. انا كده ظبطت الكفر اللي انا هعمل بيه قطع الفراخ معايا اللي هي الناجتس. طبعا انا هشكل اي شكل انا مرتاحه، الشكل اللي يعجبك فضليه. ممكن نعملها صوابع، ممكن نعملها دواير، مربعات، مثلثات، زي ما تحبي الشكل اللي يعني يريحك. انا حبيت اسهل على نفسي واعملها بالبصمه دي على اساس تبقى معايا سهله وتاخد شكل دايري جميل بالشكل ده. طبعا انا بدهن زيت، سواء هتعملي على ايدك او هتعملي بقطعه زي كده، لازم تدين زيت على اساس تسهل معانا وتدينا الشكل اللي احنا محتاجينه.
كلهم طبعا انا شكلتهم، وبرضو سبتهم ربع ساعة في التلاجة شوية يتماسكوا، وبعد كده خدتهم معايا. هناخدهم في الدقيق، وبعد كده البيض، وبعد كده الكريسبي. طبعا هنتعامل معاها بشويش وبخفة لان هي بتبقى لينة شوية، فلازم نكون مراعيين ده. كده طلعت من البيض بعد الدقيق طبعا، وكده الكريسبي هيديها قرمشة وهيديها طعم حلو، لان هو طعمه جميل يعني، فيه توابل كده وطعمه حلو. يعني هيخليها معاكي كريسبي ناشفة، وكمان تبقى حقيقة كده وحلوة. طبعا انا هاخد كل الكمية زي كده، وطبعا بحطهم في الصينية معايا زي كده، على اساس ان انا هنزل بالزيت كده معايا، يتقص على النار وشوية زيت هيسخنوا معايا، وابدأ ان انا احمر قطع الناجتس. طبعا في البداية بيبقى الزيت سخن والنار عالية، هنزل بيهم كده، واول ما يبدأ يصفر او اقلبهم على الناحية التانية بهدي النار شوية، لان انا محتاجة ان هو يستوي من جوه معايا. فانا هخلي النار تاخد وتدي معاهم عشان ما يتحرقوش، وعشان كمان تبقى مستوية من جوه باللون ده والشكل ده. طبعا كده كويس قوي استووا. ودي باقي الكمية طبعا انا نزلت بيها، وحبيت اعمل معاها بطاطس محمرة برضو. لو انا هعملها رولات في ساندويتش هتبقى حلوة مع البطاطس، وحبتين خاص شوية كاتشب. لو ممكن عندي كايزر، عندي عيش بلدي عادي بتتعمل ساندويتش تبقى جميلة، او مع مكرونة او رز عادي، يعني كل واحد زي ما يحب، ناكلها زي ما احنا حابين. فطبعا هي كده بعد ما استوت وبقت جاهزة حلو قوي، طعمها جميل، وكمية بسيطة جدا من الفراخ، يعني هتأكل ممكن تأكل معانا 7 أفراد. فهي اقتصادية وجميلة وطبعا لذيذة، والأولاد بيحبوها. حتى في لانش بوكس ممكن نحطها لهم مع قطعة كايزر، بتبقى جميلة جدا. انا حبيت اخليها كده مع ساندويتش مع سلطة، بحيث ان انا جمعت كل العناصر اللي انا محتاجاها.